حكايتنا النهاردة عن ميشيل ديمتري شالهوب. تعالوا نشوف الحكاية ايه. هو الفنان عمر الشريف اتولد سنة 1932 في مدينة الإسكندرية لأب يهودي وأم مسيحية، وكان الابن الوحيد. ترجع أصول والد عمر الشريف إلى مدينة زحلة اللبنانية. كان والده تاجر أخشاب، أما والدته سيدة مجتمع من أسرة لبنانية. عمر الشريف وهو طفل كان جسمه مليان، وده عمل قلق لوالدته، فدخلته مدرسة فيكتوريا. هناك بيهتموا بالرياضة والطعام الصحي، واعتبر عمر الشريف إن والدته كان كلامها صح في اختيارها للمدرسة. وفي أقل من سنة عمر جسمه بقى رياضي ورشيق. حب عمر المدرسة بالرغم من إنها مدرسة ملتزمة وصارمة جدا. وفي جامعة القاهرة درس الرياضيات والفيزياء، وعمل مع والده في تجارة الأخشاب. لم يتخلى عن حلمه وتلبية رغبة والده باستلام تجارة والده، وقام بتشكيل فرقة مسرحية من الطلاب والهواة. وبعد كده دخل الأكاديمية الملكية لدراسة الفنون المسرحية في لندن. ولما المخرج يوسف شاهين رجع من أمريكا اتصل بعمر الشريف وسأله: أنت حابب تمثل؟ طبعا عمر رحب، وكان دور البطولة مع فاتن حمامة في فيلم صراع في الوادي، وما كانش مصدق إن هيمثل مع الفنانة فاتن حمامة وهيتكتب اسمه معاها، لأنها كانت في الفترة دي نجمة معروفة. وبدأ عمر الشريف مع السينما المصرية، وبقى واحد من أهم نجوم الوطن العربي، وعمل العديد من الأفلام العربية حتى وصل للعالمية. تزوج النجم عمر الشريف من سيدة الشاشة العربية بعد قصة حب من أهم قصص الحب في تاريخ السينما المصرية، وده خلى عمر أشهر إسلامه للزواج من فاتن بعد ما قدر يقنع العائلة اللي كانت رافضة أن يغير ديانته، وتم الزواج وأنجبوا طفلهم الوحيد طارق. شارك عمر الشريف في الأفلام الأمريكية والإيطالية والفرنسية، ساعده على كده وسمته وملامحه الشرقية، بالإضافة إلى إتقان التحدث باللغات الإنجليزية والفرنسية واليونانية، وكان بيعرف شوية إيطالي وتركي. وسنة 1974 تم الطلاق. كان من أهم أسباب إنه عمر دخل عالم الشهرة والعالمية، وده خلاه على طول مسافر ومشغول، فاتفقوا على الطلاق بالرغم إن عمر كان لسه بيحبها. وبعد سنة تزوجت فاتن حمامة من الدكتور محمد عبد الوهاب، لكن عمر معرفش يحب غيرها. وسنة 2015 توفى عمر الشريف، وكان أصيب بالزهايمر. أقيمت الجنازة في جامع المشير طنطاوي، وحضرها عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، ودفن في المقابر بالسيدة نفيسة. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.